ونبدأ رحلتنا إلى قرية المرج الأخضر الهادئة. هناك يعيش الصديق الصغير بدر، الذي يستيقظ كل صباح بحماس لزيارة الخيول. يلتقي بدر بجاره الخبير سامر عند السياج الخشبي، حيث يتشاركان الابتسامات والخطط لرعاية الخيول الجميلة في هذا اليوم المشمس. الخيول في قريتنا هي سر جمالنا، وأكثرهن جمالا هي الفرس نجمة. يقف سامر بجانب نجمة ويمسح على شعرها الحريري الطويل بفرشاة ناعمة. في قريتنا يتسابق الجيران دائما للمساعدة في تنظيف الخيول وإطعامها، لأن العمل الجماعي يجعل كل شيء أسهلا وأكثر متعة. يقترب بدر من الفرس نجمة بخطوات هادئة، وفي يده جزرة برتقالية طازجة. تلمس نجمة يد بدر بأنفها الناعم، فيشعر بالدفء والمودة التي تربط بين الإنسان والحيوان. يتعلم بدر من جاره ومن الخيول أن اللطف والرفق هما لغة القلوب التي يفهمها الجميع في القرية. عندما يحل المساء وتتلألأ النجوم في السماء، يودع بدر جاره سامر بابتسامة دافئة. تعود الخيول إلى اسطبلاتها الدافئة لتستريح بعد يوم مليء بالحب والتعاون. يذهب بدر إلى سريره وهو يفكر في رفاقه من الناس والخيول، ويهمس بقلب مطمئن: تصبح على خير.